يا سامي. في ايه يا ولاء؟ يا سامي البيت فاضي ما فيهوش اي اكل خالص، والعيال جعانه وانا مش عارفه اعمل ايه. وانا مش عايزه اقول لك يعني علشان ما يشيلكش فوق طاقتك وشايلك الهم، وخصوصا ان انا شايفه ان ما جالكش شغل الفتره الاخيره دي خالص. ما فيش عندك يا ولاء اي كيس مكرونه مع حبه صلصه كده يا ولاء وتمشي اليوم؟ والله يا سامي ما عاد عندي فيه حاجه خالص، ده حتى الرز كان اخر كيلو عملناه امبارح. لا اله الا الله. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طيب انا هعدي على واحد صاحبي كده اروح اتسلف منه فلوس، يا رب يسلفني. طب يا ريت يا سامي ما تنساش الايجار المتاخر علينا، علشان انت عارف مرات صاحب العماره في الراحه والجايه بتطالبني بالايجار ولسانها اطول منه مفيش، وكل شويه بتندهلي بصوت عالي وتقول لي فين الايجار وبتحرجني قدام الناس، ولما ارد عليها تروح تقول لي امال فين الايجار، احنا هنفضل نستناكم كده كتير؟ انتوا كل مره بتاخروا علينا في دفع الايجار كده. وتقول لي خلاصي شوفي جوزك خليه يتصرف ويجيب لنا الايجار. فضحتني وجرستني قدام العماره كلها. طيب انا دلوقتي هروح استلف من صاحبي ده فلوس الاكل والشرب ولا استلف منه فلوس الايجار؟ انا بقيت محتار مش عارف اعمل ايه، والايجار زي ما انت عارفه 2500 جنيه. شوف كده صاحبك ده هيسلفك كام ونمشي بيه دنيتنا وخلاص، ولا اقول لك لا ندفع ايجار احسن، لان الست دي لسانها زي المبرد وانا مش بسلم منها، وهالاكل مقدور عليه يا سامي، ان شاء الله ناكل عيش حاف. ماشي يا ولاء، دعواتك كده ربنا يفرجها. يا رب افرجها من عندك، انت اللي عالم بحالنا، وفتح الابواب المقفوله في وشه يا رب. يا استاذ محمود، ايه مش بند عليك من بدري؟ ما بتردش ليه؟ انت بتجري اول ما بتعدي قدام باب بيتنا عشان عارف اني هقول لك على الايجار. خير خير يا حاجه. وهو هيجي منين الخير ان شاء الله وانت متاخر في دفع الايجار؟ كل شهر بتتاخر في دفع الايجار، انا مش عارفه احترت اعمل فيك انت ومراتك. معلش والله يا حاجه، انا طالع اهو اتصرف، والله انا غصب عني والدنيا كلها جايه عليا، انا حتى بيتي ما فيهوش اكل. وانا يشغلني في ايه بيتك فيه اكل ولا ما فيهوش؟ دي حاجه ما تخصنيش، انا عايزه الايجار. حاضر يا حاجه، انا طالع لواحد صاحبي استلف منه فلوس وهعدي عليك الايجار. طيب انا اديني قاعده لك على باب السلم لما ترجع، لما نشوف اخرتها معاك. فاتحينها سبيل احنا كل واحد عايز يسكن بلوشي. اهلا، ازيك يا سامي؟ والله نورت البيت. الله يبارك فيك يا علي، انا جاي وقصدك في خدمه. خير بس يا سامي، تعالى بس نقعد نشرب حاجه. لا معلش اعذرني يا علي، انا بس عشان مستعجل كده ورايا مشوار لازم اروح اقضيه ضروري. طب قول لي في ايه؟ معلش بقى يا علي، انا جاي ومحرج منك جدا، بس انا الدنيا ضاقت بيا وما لقيتش حد اروح له غيرك. انا مزنوق في دفع الايجار بتاع البيت، فلو معاك حاجه بقى زياده عن بيتك يعني اخدها منك سلف لحد ما اقبض كده واردهولك تاني. والله يا سامح يا اخويا، انا ما محوش عنك اي حاجه خالص، وانت عارف ان انا بحبك وبعزك واعتبرك اخ ليا. هم دول اللي معايا، دول 1500 جنيه، خد مشي نفسك بيهم، وان شاء الله لو ربنا افرجها عليا انا هتصل بيك تيجي تاخد الباقي. لا يا علي خليهم معاك، اخدهم ازاي وانت بتقول معاكش غيرهم؟ يا عم امسك بس وان شاء الله هتفرج، مشي مصلحتك انت دلوقتي. لا لا يا علي خليهم معاك، انا هتصرف اشوف حد تاني. امسك يا سامي، عيب عليك لما تروح لحد غيري. والله انا ما عارف اقول لك ايه، وانا اسف جدا ان حطيتك في الوضع ده، والدنيا ضيقه في وشي وما عرفتش اروح لحد غيرك انت. عيب عليك يا سامي، ده بيت اخوك مفتوح لك بالليل قبل النهار، تيجي في اي وقت. وانا والله لو معايا زياده لكنت زدتك كمان. مش شاكرين جدا يا علي، جميلك ده على راسي. ما تقولش كده يا سامي، ده انت اخويا والله. ربنا يبارك لك يا رب، اروح انا. ربنا يفتحها في وشك يا سامي يا حبيبي وما يحوجكش لحد. في ايه يا حاجه جاي تجري وبتنهاجي كده ليه؟ اعمل ايه يا حاج في سكان العماره اللي عرفونا في عيشتنا دول؟ فاكريننا فاتحينها سبيل. الراجل اللي اسمه سامي ومراته اللي ساكنين في الدور الرابع لسه ما دفعوش الايجار لحد دلوقتي، وقال ايه نازل يتسحب من قدام باب الشقه عشان ما شافوهوش. لكن على مين؟ انا مشيت وراه وقلت له لو مش هتجيب الايجار يبقى تاخد مراتك وكراكيبك وتمشي مع السلامه. جدع يا حاجه انك قلت له كده، هو احنا مش عندنا التزامات وعندنا مسؤوليات ولا ايه؟ ولا فاتحينها سبيل؟ ده عايش لي في دور المسكنه يا حاج، وبيقول لي ما عنديش اكل في بيتي وانا راح استلف فلوس. طب واحنا مالنا بقى، عنده اكل في بيته ولا ما عندوش؟ احنا لينا ايجار ولازم ناخده. ما هو ده اللي انا قلته له يا حاج، ده انا ما سكتلوش. الجار اللي يتعبك بعد كده يا حاجه في الايجار قولي له مع السلامه، خد حاجتك واتكل على الله، ما احناش فاتحينها سبيل هنا. انا داخل جوه يا حاج ريح شويه، لو جه وما جابش الفلوس انتهى عليا. انا قاعداله هنا لما نشوف هيجيب الايجار النهارده ولا مش هيجيبه. اهو انا سامعه صوت طالع رجل على السلم، لما نشوف. جبت الايجار ولا لسه؟ معلش والله يا حاجه، انا لفيت لما رجلي ورمت، اللي كل اللي قدرت اتصرف فيه هو 1500 جنيه، وال1000 جنيه التانية يا حاجه كلها 5 ايام واجيبها لك. نعم، هو انت هتقسط لي الايجار ولا ايه؟ لا انا بقول لك ايه، انا مش بحب النظام ده في الدفع، تقول لي خدي 1500 وبالك 1000، لا ده ما ينفعنيش، انت تاخد حاجتك وكراكيبك وتغور في داهيه من هنا. ايه خير يا حاجه، صوتك عالي ليه؟ معلش يعني انا بقول للحاجه تصبر عليا كمان اسبوع واجيب لها ال1000 جنيه التانية، والله العظيم انا ما عندي اكل في بيتي،
وقلت اجيبهم لكم دلوقتي ومش مهم ناكل احنا، وعشان الحاجه في الراحه والجايه عمال تحرج مراتي قدام العماره كلها، ده حتى انا كمان مش عتقاني، كل ما تقابلني تقول لي فين الايجار فين الايجار. والحاجه بتقول لي خد عيالك وامشي من البيت. طب انا اروح فين؟ ما عنديش مكان تاني اروحه. والله العظيم والله العظيم بيتي ما فيه اي اكل ولا عندي اي فلوس اعرف اجيبها لكم. دي كل اللي حيلته كمان سلف والله. ده انت جاي تقسط الايجار. لا اسمع، ما اقول لك ايه، احنا ما عندناش تقسيط، واحنا برضه ورانا التزامات ومسؤوليات زيك. ودي اكتر حاجه بقى بتقرفني في لم الايجار ده. ما انت لو خرجت بره وشفت المستاجرين بيستاجروا بكام ما كنتش بقى تقرفني كده. صدقني والله العظيم انا غصب عني، انا والله العظيم عندي اكل لعيالي في بيتي، وربنا هو وحده اللي يعلم بحالي. انا لو معايا فلوس كنت دفعت والله الايجار وخلصت نفسي من اللي انا فيه ده كله. والله العظيم كمان مره ما معايا. قولوا له بس انتوا عايزين نطلع بره، اروح فين انا وعيالي؟ احنا ملناش مكان تاني. يعني يرضيك انا ومراتي وعيالي يترموا في الشارع؟ ايوه يعني قول لي احنا ذنبنا ايه في كل ده؟ هو مال سايب يعني ولا ايه؟ انا عايزك بس تصبر عليا يومين ثلاثه بس بدل اسبوع، وانا والله هتصرف لك وهلف على كل اصحابي. حرام عليك ما تطلعنيش بره بيتي انا وعيالي، هنتبهدل والله العظيم. يرضيك ان احنا نتبهدل انا وعيالي؟ يعني انت دلوقتي عايز تفهمني ان بيتك ما فيهوش اكل خالص وان انت وعيالك قاعدين بالجوع كده؟ والله العظيم ثلاثه بيتي حتى ما فيه اللقمه، وربنا اللي يعلم بظروفي. والفلوس اللي انا جاي ادفعها لك في الايجار دي والله العظيم انا سالفها من واحد صاحبي. قلت اولى ادفع الايجار في الاول، والاكل والشرب ده مقدور عليه، اي حاجه ناكلها ان شاء الله حتى ناكلها بعيش حاف. خلاص يا سيدي، خلي ال 1500 جنيه دول في جيبك. بالله عليك اوعى تطردني بره البيت انا وعيالي، احنا نتفضح ونتجرس وسط المنطقه كلها. وده اكيد ما يرضيكش يعني ان احنا نتفضح ونتجرس. لا طبعا انا مش هيرضيني لان مش هقبله على نفسي. وخلي ال 1500 جنيه دول في جيبك، هات بيهم اكل لعيالك وسماح عليك الشهر المره دي، والشهر الجاي يبقى ادفعه يا سيدي ولا يهمك. ايه ده انت بتتكلم بجد؟ يعني مش هدفع الشهر ده؟ يا سيدي بجد الشهر ده سماح، وعرف كل سكان العماره ان الشهر ده من عندنا فري كده. وكل سنه وانت طيب وانت وسكان العماره. اله ربنا يكرمك ويفتحها في وشك ويزيدك يا رب يا حاج. انا متشكر جدا على المعروف اللي انت عملته فيا، وانا مش هنسالك الجميل ده ابدا. يلا بقى روح فرح مراتك وعيالك. هو ايه اللي انت عملته ده يا حاج؟ انت هتطلع فلوس العماره كلها كده بلوشي؟ مش هناخد ولا جنيه نصرف منه يا حاج. تصدقي بالله كلمه كمان وهروحك بيت ابوكي تقعدي هناك وارتاح من وشك. ايه يا وليه مفيش في قلبك ذره رحمه؟ يا شيخ حرام عليك اتقي ربنا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراجل بيقول لك بيتي ما فيهوش اكل ومش لاقيين اكل هو وعياله والفلوس سالفها، لازم نتقي ربنا شويه مش كده؟ لو انت بالنسبه لك ال 2500 جنيه شويه فتافيت، فبالنسبه لناس تانيه دول راس مالها. كفايه يا شيخه واتقي ربنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ونشوفكم في فيديو جديد.